السلام عليكم. السؤال 11: يجد معلم أنه بالرغم من دراسة الطلبة المواضيع التي تسعى لتنمية المنظومة القيمية والسلوكية لديهم، إلا أن ذلك لا ينعكس على ممارساتهم. إذا أراد المعلم أن يؤثر في ممارساتهم الحياتية، فما الإجراء الذي يجب الحرص عليه؟ يعني رأى معلم بالرغم من أنه يقوم بتدريس الطلاب أشياء تساعد في تعديل سلوكهم والاستفادة منها في حياتهم، إلا أن ذلك الشيء لا يؤثر عليهم. إذا أراد المعلم أن يطور هذا الشيء لديهم، يجب عليه أن يقدم لهم أمثلة مألوفة من واقع الحياة أثناء التدريس. السؤال 12: ما نوع التفكير الذي يضمن الجمع بين عدد من وجهات النظر أو الأفكار لإيجاد حل واحد لمشكلة أو سؤال؟ هنا مجرد أن أردنا أن نجد حل واحد لمشكلة أو عدة وجهات النظر ونريد أن نتوصل لحل واحد، إذن هنا يوجد تقارب. إذن الجواب هو التفكير التقاربي. السؤال 13: وفقا للإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية في دولة الإمارات، ما أقصى مساحة يسمح بها لتعليق الوسائل واللوحات على جدران الصف؟ إذا أردت أن تعلق وسائل في جدران الصف، فيجب عليك التعليق أو استخدام 20% فقط من المساحة الصفية أو من مساحة جدران الصف. حسنا، هنالك خيار آخر أن تكون 50%، ولكن متى تكون 50%؟ حينما تكون لدينا رشاشات ماء داخل الصف. إدارة البيئة والسلامة المهنية كثيرة جدا، نذكر منها أيضا المسافة بين شاشة الكمبيوتر والطالب يجب أن تكون من 45 إلى 70 سنت. المسافة بين الطالب والطالب 30 سنت. المسافة بين شاشة العرض وأول طالب 1.5 متر. المسافة بين شاشة العرض وآخر طالب 7 أمتار. وطبعا السلامة المهنية كثيرة جدا، يجب عليكم الاطلاع عليها. السؤال 14: أي من التالي أكثر تأثيرا في رفع تركيز الطلبة خلال الدرس؟ إذا أردت أن أرفع تركيز الطلاب خلال درس موضوع معين، يجب علي أن أزود الطلبة بالشيء الأساسي الذي درست من أجله الدرس. إذن هذا الشيء الأساسي نعرفه دائما أو نتداوله دائما، هو أهداف الدرس أو نواتج التعلم. إذن معرفة الطالب بأهداف الدرس. السؤال 15: وفقا لنظرية بياجيه في التطور الإدراكي، أي من مراحل التطور الآتية تحدث أولا؟ هنا الإجابة مرحلة ما قبل العمليات خطأ. ترتيبها المرحلة الحسية. المرحلة الحسية هي الإجابة الصحيحة. وإذا أردنا ترتيبها، أول شيء تحدث أو تتطور أولا أو تحدث أولا المرحلة الحسية، تليها مرحلة ما قبل العمليات، تليها مرحلة العمليات المادية أو الابتدائية، ثم تليها مرحلة العمليات المجردة أو الثانوية. السؤال 16: أي من الممارسات أدناه قد تؤثر بصورة إيجابية على فعالية جلسات العصف الذهني؟ الذي يؤثر في جلسات العصف الذهني أن يكون للطالب يعني يحضر بعض الأفكار والحلول ويقترحها ويحضرها ويكتبها في ورقة ويحضرها معه في وقت الجلسة. إذن الجواب هو الجواب الأخير،
اللي باللون البينك هذا، الطلب من المشاركين في الجلسة أن يحضروا بعض الأفكار والحلول قبل الجلسة. السؤال 17: ما أفضل مصطلح يصف عملية المراجعة المنظمة التي يقوم بها المعلمون والتي تسمح لهم بالربط بين تجربة تدريس وأخرى للتأكد من إحراز الطلبة أقصى درجات التقدم؟ حينما يريد معلمون الربط بين مادة ومادة، ربط بين اختبار تشخيصي واختبار قبلي وتقويمي، يجب عليهم أن يتفكروا أولا في كل المعطيات الموجودة. إذن الاستراتيجية هي التفكر. السؤال 18: يعد مبدأ الفروق الفردية أحد المبادئ في التربية، حيث يتواجد في الصف طلبة ذو أنماط شخصية واستعدادات وميول متنوعة. ما الإجراء الأمثل للتعامل مع هذا المبدأ؟ دائما حينما أجد الكلمة المفتاحية فروق فردية ذو أنماط شخصية مختلفة، إذن هنا يجب على المعلم أن يراعيهم. كيف يراعيهم؟ بأن يقدم أنشطة فردية وجماعية متنوعة تلبي حاجات جميع الطلاب. طيب. السؤال 19: أي من العوامل الآتية قد يؤثر على مستوى اندماج الطلبة إيجابياً؟ هنا مكتوب استخدام بعض استراتيجيات التدريس عبر الإنترنت، وهذا الجواب للأسف خطأ. الجواب الصحيح انخفاض نسبة الطلبة إلى الكادر التدريسي في المدرسة. كل ما انخفض أعداد الطلاب مقارنة بالمعلمين، كلما أدى هذا إلى مستوى اندماج الطلبة وأدى إلى الاهتمام أكثر وجودة العمل أكثر. إذن الجواب هو الجواب الثاني، انخفاض نسبة الطلبة إلى الكادر التدريسي. السؤال 20: إذا أراد المعلم أن يرفع مستوى الطلبة في تقييم الأفكار، فإن التفكير الذي يطور هذه المهارة أكثر هو حينما أتحدث عن تقييم. شخص يريد أن يقيم، يريد أن يبدي رأي، يريد أن يفند، أن ينقد، أن يفعل، إذن أختار التفكير الناقد. التفكير الإبداعي أن أتي بشيء جديد وغير متروك. الاستنتاجي أن أستنتج شيء ما وراء المعرفة، ماذا يحدث بعد. لكن الناقد حينما أتحدث عن تقييم الأفكار، إذن التفكير هو الناقد. شكرا جزيلا، إلى أن نلتقي في 10 أسئلة أخرى.